العاشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. شفاء 4 مواطنين من فيروس كورونا. جهود توسيع الاستفادة من بذور البطاطس المحسنة تحقق نتائج جيدة. العمل لتنمية إنتاج المواشي بتأمين صحتها في القاش بركة. مقتل 26 إرهابيا في عمليتين للجيش ببوركينا فاسو. انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة من مقر أفريقيا كوفيد-19. وتايوان تطالب الصين بالتراجع في قضية الحدود بين البلدين. أهلا بكم. إعلان وزارة الصحة: تم شفاء 4 مصابين بفيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الجنوبي وتوجهوا إلى منازلهم اليوم 22 من سبتمبر. وقد شفي حتى الآن 309 من المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأجريت لهم الرعاية الصحية اللازمة في مختلف المستشفيات الوطنية، ولا يزال 55 مصابة يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وكان مجمل المواطنين المصابين بفيروس كورونا في إريتريا حتى الآن 364. وزارة الصحة 22 من سبتمبر 2020. صرحت وزارة الزراعة بأن جهود جبارة ومساعي حثيثة قامت بها أثمرت عن تحقيق نتائج مشجعة، وتهدف تلك الجهود إلى دعم المزارعين ورفع فهمهم ومعرفتهم بخصوص الاستفادة من بذور البطاطس المحسنة المنتجة لرفع الإنتاجية. وذكر الشاب مدهاني محاري منسق تكاثر زراعة بذور البطاطس المحسنة في المركز الوطني للأبحاث الزراعية بأن بذور البطاطس المحسنة تتميز بتحمل الآفات الزراعية والأمراض، إضافة إلى رفع الإنتاجية ومع تعزيز الاستفادة وانتشار زراعة بذور البطاطس المحسنة. يستطيع المزارعون حصاد ما بين 250 إلى 350 كنتال من الهكتار الواحد. وأشار الشاب مدهاني إلى أن هذا العام شهد توزيع 4013 كنتال من بذور البطاطس المحسنة على المزارعين تم زراعتها في مساحة 236 هكتار، حيث وصلت إلى مرحلة الحصاد، موضحا بأن زراعة هذه البذور تجري عبر إشراف خبراء وزارة الزراعة متابعة جادة ومراقبة عالية منهم أيضا. وأضاف الشاب مدهاني بأن عملية تكاثر بذور البطاطا المحسنة التي بدأت في عام 2015 عبر المركز الوطني للأبحاث الزراعية لا زالت مستمرة بوتيرة عالية، ضامة مزارعين جدد كل سنة. يتم توزيع بذور البطاطس المحسنة على المزارعين بهدف التغذية وتكاثر البذور المنتجة بطريقة علمية وصحية وسليمة وفقا للمعايير عبر المركز الوطني للأبحاث الزراعية، ونالت رضا وشهادة المزارعين. وتذكر وزارة الزراعة المزارعين الناشطين في تكاثر بذور البطاطا المحسنة بإجراء الرعاية اللازمة ورفع الإنتاجية وإنتاج بذور محسنة من أجل إنجاح الجهود الجارية لتوزيع بذور البطاطس المحسنة إلى كافة المزارعين. أفاد مسؤول الزراعة في الجنوب الغربي بمؤسسة المواشي والغلال السيد حيلزقي هابتاي بأن الأنشطة الجارية لتأمين صحة المواشي وتنمية إنتاجها ظلت تحقق نتائج مشجعة. وأوضح السيد حيلزقي بأن العمل جاري لدعم الجهود الجارية لاكتمال متطلبات اللحوم والألبان ومشتقاتها عبر تربية المواشي ومتابعة صحتها في كافة المزارع المنتشرة بإقليم القاش بركة.
وذكر السيد حيلزقي بأن المؤسسة ظلت توزع للمواطنين أدوية للحيوانات مجانا، باعتبار أن ضمان صحة المواشي يعد العنصر الرئيسي لتنمية منتجات المواشي. ولتفعيل هذا البرنامج فتحت المؤسسة نقاط بيطرية في كافة المديرية ووزعت فيها بيطريين. وقال إن إدارات قلوج وتسني وهيكوتا وعالي القاشا وبارونتو وشامبوكو تسهم كثيرا في تنسيق الخدمات، داعيا المديريات المتبقية في اتباع نهج تلك المديريات. وأشار السيد حيلزقي إلى أن الأنشطة الجارية لضمان صحة المواشي هو عمل متكامل مع الأنشطة التي تنجزها وزارة الزراعة، مؤكدا استمرارية البرنامج في المستقبل بوتيرة عالية لحصول المواطنين على الألبان ومشتقاته عن قرب، وتأمين لحوم وألبان صحية وجيدة. أوضح مراسل وكالة الأنباء الإريترية تشييد حفيرين في ضاحيتي مهداف وقبقب في مديرية أفعبت بأقليم شمال البحر الأحمر، وقد شارفا على الاكتمال. ويسهم الحفيران المشيدان بتكلفة أكثر من 9 مليون نقفة، ويسعان 220 ألف متر مكعب من المياه في حل إشكالية شح المياه في الضاحيتين، ويتوقع مساعدتهما في إدخال التنمية المروية. وأوضح المشرف على العمل المهندس كفلي رزاني اكتمال عملية بناء الحفيرين التي بدأت في شهر مايو الماضي في شهر أكتوبر القادم، مشيرا إلى حملات نفير شعبي لإصلاح مساقط المياه. من جهته ذكر مدير ضاحية قبقب السيد محمد علي سالم بأنهم كانوا يسيرون لمسافة حوالي 20 كيلومتر بحثا عن مياه الشرب والسقي للإنسان والحيوان، مما كان يخلق مشاكل في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن تلك المشاكل وجدت الحلول. بدوره أوضح مدير مديرية أفعبد السيد أحمد محمد نور رجب بأن الحفيرين يلعبان دورا كبيرا في إدخال التنمية المروية. أحدثت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالثلوج التي هطلت في منطقة مركجة وأوروغزانا وبلدة إمنحيلي في 17 من سبتمبر أحدثت أضرارا على المحاصيل الحقلية في مساحة 271 هكتار. وأوضح خبير تنمية المحاصيل الشابة أمانيل جبر برهان بأن المحاصيل المتضررة بلغت مرحلة الإثمار، وكان النصيب الطافئ من جملة المساحة المتضررة 127 هكتار، و57 هكتار للبقوليات، و87 هكتار من القمح والشعير. وأضاف الشاب أمانيل بأن مناطق عد مركجة وعد مخدا وعد قبرو وأورغزانا وعد برهام وعد قفاح وعد حيس وعد حراسو كانوا من أهم المناطق المتضررة. استشهد المناضل المهندس فرق تصفاتيون المدير التنفيذي لمؤسسة البترول الإريترية في 21 من سبتمبر إثر مرض ألم به وتلقيه العراج في الداخل والخارج عن عمر بلغ 67 عاما. وخدم المناضل المهندس فرق تصفاتيون شعبه ووطنه بوفاء في فترة النضال التحرري بفرع التعليم بالجبهة الشعبية. وبعد الاستقلال عمل مديرا تنفيذيا لمؤسسة مصفات البترول بعصب، ومدير عام لمركز الأبحاث والتدريب بوزارة الطاقة والتعدين، ومدير تنفيذي لميناء مصوع، وكذلك مدير تنفيذي لمؤسسة البترول الإريترية. والفقيد المهندس فرق تصفاتيون رب أسرة وأب ل3 أبناء. ووري جثمانه الثرى عصر اليوم الثلاثاء 22 من سبتمبر في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. وتعرب مؤسسة البترول الإريترية عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل المهندس فرق تصفاتيون، وتقدم أحر تعازيها لأسرته وزملائه ورفاقه. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية، فاصل قصير من ثم نعد لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا.
أهلا بكم مجددا. أعلنت رئاسة أركان الجيش في بوركينا فاسو أن ما لا يقل عن 26 إرهابيا قتلوا خلال عمليتين نفذهما الجيش في شمال البلاد. وقالت رئاسة أركان جيش بوركينا فاسو في بيان إنه في 11 من شهر الجاري وفي عقاب كمين قتل فيه 4 جنود في منطقة مينتاو بمقاطعة سوم شن الهجوم عملية تمشيط لتعقب المهاجمين، وأسفرت العملية عن مقتل أو عن قتل 11 إرهابيا ومصادرة أسلحتهم. وكان الجيش أعلن في 15 من سبتمبر أنه نجح قبل 4 أيام من ذلك في تفكيك قاعدة إرهابية وقتل إرهابيين في منطقة تونغو مايل بمقاطعة سوم. وتشهد بوركينا فاسو ذات الحدود المشتركة مع مالي والنيجر في غرب أفريقيا منذ 5 سنوات تمردا أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص ونزوح أكثر من 1,000,000 آخرين من مناطق النزاع. وأسفرت أعمال العنف والنزاعات الطائفية والعرقية في وسط منطقة الساحل عن مقتل 4,000 شخص في مالي والنيجر وبوركينا فاسو في العام 2019 وفقا للأمم المتحدة. تنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية التي يتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطاباتهم في قاعة هادئة تستضيف قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19. وللمرة الأولى لن تنتشر في وسط مانهاتن مواكب السيارات، وستغيب تماما التكهنات بشأن احتمال انعقاد اجتماعات استثنائية على الهامش. وبدلا من ذلك طلب من قادة الدول إرسال خطاباتهم المسجلة مسبقا ليتم بثها الأسبوع التالي في القاعة الفسيحة، حيث سمح بحضور مسؤول دبلوماسي واحد نيابة عن كل وفد مع إلزامه بوضع كمامة. ومع ذلك تمضي الأمم المتحدة قدما في تنظيم اجتماعات تتناول مواضيع معينة افتراضية أيضا على هامش القمة لمناقشة قضايا رئيسية مثل وباء كوفيد-19 والتغيير المناخي والتنوع البيئي والاضطرابات السياسية في كل من ليبيا ولبنان. وافتتحت الأمم المتحدة أسبوعها الدبلوماسي بالاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيسها في قمة افتراضية دعا خلالها الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش شخصيا إلى المزيد من التعددية الدولية. طالبت تايبيه بكين بالتراجع واتهمتها بتهديد السلم بعدما رفض مسؤول صيني الاعتراف بحدود بحرية لطالما كانت تحترم من الطرفين في أعقاب توقلات قامت بها بلاده مؤخرا. وحض وزير الخارجية التايواني جوزيف وو بكين على العودة إلى المعايير الدولية المتحضرة بعدما أشار متحدث باسم الخارجية الصينية إلى عدم وجود ما يطلق عليه خط وسط في مضيق تايوان، إذ أن تايوان جزءا لا يتجزأ من الأراضي الصينية بحسب تصريحه. وكثفت بكين ضغوطها على الجزيرة منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ وين عام 2016، والتي ترفض بدورها فكرة أن تايوان جزءا من الصين الواحدة. والعام الماضي اتهمت تايوان الصين بانتهاك الاتفاق الضمني التاريخي بين الطرفين بعدما اخترقت مقاتلاتها لأول مرة منذ سنوات خط الوسط الفاصل بين الطرفين. والخبر الأخير في هذه النشرة: نفق ما لا يقل عن 25 حوتا، وتقطعت السبل بأكثر من 270 حوتا آخر في ميناء ماكوري على الساحل الغربي لتيمانيا في حادثة تعد الأسوأ بالنسبة للحياة البحرية في أستراليا. ويعمل فريق حكومي تابع لهيئة الحفاظ على البيئة البحرية على تقييم صحة الحياتين بعد أن ضلت طريقها وتقطعت بها السبل في 3 مواقع داخل وخارج ماكواري هيدز بالقرب من بلدة استراهان. وتأمل السلطات المعنية بأن تطلق عملية إنقاذ للحيتان التي لا تزال على قيد الحياة، وذلك مع حلول المد.
وتعد سيمانيا مع بؤر من البؤر الساخنة المعروفة بجنوح الحيتان، إذ تمثل نقطة عبور لهذه الحيوانات أثناء تنقلاتها من وإلى القارة القطبية الجنوبية، إلى أن هذه الحادثة تعد الأولى من نوعها منذ 10 سنوات. سادة المشاهدين، بهذا وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا المساء. نترككم مع باقي برامج الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.